والجميع يعرف أن المغرب لا يهرج ولا يقول ما لا يعمل، بل يعمل ولا يقول، أما حينما يقول يعمل. الجزائر سيادتها لا ترك على السعوديه ولا ترك على ايران ولا ترك على امريكا ولا ترك على فرنسا. من تقولوا هذه الايام على حساباتكم ان الجزائر تبعيه الى فرنسا جاوا يركعوا لان بوتفليقه والجزائر هي من تحكم من يكون رئيس فرنسا. نعم، للحمقى الذين يعتقدون ان الجزائر هي تابعه لفرنسا اقول لهم خسئتم، فرنسا هي من تابعه للجزائر والتبعيه. تفضلي. دولة الوزير الأول s'il vous plaît. سمية علوي، التلفزيون الجزائري. دولة الرئيس الوزير الأول، هل لكم أن تستعرضوا لنا تقييمكم لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة وبالحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين، ما هو آفاق هذا التعاون؟ شكرا على هذا السؤال. سمح لي نكمل هذه لانه الكثير من يخلط في الامور. الان جوبي جاء للجزائر ليستبرك يستبرك لكي يكون رئيسا في فرنسا، وبعثوا بعده رئيس بلديه باريس. رئيس بلديه باريس اكثر من دوله. رئيس بلديه باريس، اسمع ما تخلطوش ما تلعبوش بالناس. سمح لي في هذا. رئيس بلديه باريس شكون هي؟ ان ايدالغو، هي مرشحه للرئاسيات، هي في اليسار. لما جاء جوبي هنا الى الجزائر ليأخذ موافقة رئيس جمهورية الجزائر لكي يساعده كما ساعد ساركوزي، كان رئيسا على فرنسا واقلع القذافي بمساعدته. بوتفليقه هو من يحكم في فرنسا والجزائريين هم من يؤثرون. الامن الاجتماعي في فرنسا الجزائر هي من تحكم فيه، ومخطئ اقسم لكم بالله، اقسم بالله غير الجزائر هي من تحكم فرنسا وليس فرنسا من تحكم الجزائر. التبعيه تاع الجزائر ليس جاءت لكي تخلق التوازن، لانه هذه كلمه جاءت رجاء الوقت. جاءت رئيس بلدية فرنسا اليساري. ليس باريس أقوى من دولة باريس، مقاطعة باريس أقوى من دولة. أنتم تهمشون بكلام وتلعبون على الشعارات. جاءت لتخلق التوازن، لكي تقول لرئيس بوتفليقة لا تكن من جهة جوبي. مفهوم. هذه صححوا معلوماتكم. أنتم أخطر ناس على الجزائر. أنتم أعداء الجزائر أبناؤها. والله لا يخيفني الصهيوني ولا يخيفني الأمريكي والله ما يخيفني. هو الجزائري الغبي الذي